سالو لي بيل اي لي بو، معكم ازا من قناه ازاماتي. هاد المره هادي تعطلت شويه على لي فيديو حيت ما عنديش الوقت بزاف مع القرايه والخدمه، ما كنلقاش الوقت باش نبقى نصور ديما. مهم انا رجعت عاوتاني. الموضوع ديالنا اليوم على منظمه اجراميه عمرها حوالي 400 سنه منذ القرن 17 ميلاديه، العصابه اليابانيه اللي باسم الياكوزا. اسم ياكوزا مأخوذ من لعبه ورق شهيره تسمى شوكوبو، فعند جمع بطاقة 8 و9 و3 يجعلها تساوي ياكوزا، مما يجعلها أسوأ مزيج للأرقام. واللي كيسحب هاد الأرقام هادو كيكون المصير ديالو الخسارة الحتمية. مافيا الياكوزا اللي وصل عدد هاد العصابة 150 ألف عضو، واللي معروفين على واحد النوع ديال الأوشام على الجسد ديالهم، وكترمز هاد الوشوم هادي على التزامهم بأسلوب حياة الياكوزا، فهي عبارة عن وشوم كترمز القوة والشجاعة. الياكوزا اللي يرتكبوا جميع أنواع الجرائم، الابتزاز، التهريب، المخدرات والاعتداءات المسلحة. فاش تنقولوا اسم الياكوزا فهو ماشي غير اسم عصابة واحدة، فهو اسم عام لعصابات ينتمون إلى تقاليد معينة. هذه العصابات هي منظمة إجرامية غامضة لها عادات وقواعد خاصة بها، يزعمون أنهم استمرار الساموراي وأعضائهم منتشرين نحو جميع أنحاء العالم. أكبر عصابة الياكوزا هي منظمة المافيا المعروفة باسم ياماغوتشي غومي. هذه المنظمة عمرها 80 سنة و850 عصابة مختلفة بقائد واحد من أخطر 100 رجل في العالم، الرجل جوينو بوتسوكاسا، ويترأس الأنشطة الإباحية، المخدرات، المقامرة الغير القانونية، والاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة، وابتزاز السياسيين ورجال الأعمال. ولقد تمكنوا من التحكم بأكبر شركات التكنولوجيا اليابانية، يتعين عليها منح الأسهم لعصابات الياكوزا، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا يمكن لسفن هذه الشركات مغادرة الميناء، ولا يمكن لمديرين الشركة وأسرهم النوم في سلام، ولا يمكنهم القيام بأي استثمار حتى. ومن قواعد الياكوزا إذا أساء أحد الأعضاء التصرف أو احتقر أحد الأعضاء فيتم قطع أصبعه الخنصر، والغرض من قطع الأصبع هو إضعاف قدرة العضو كمحارب، وسيصعب عليه بمسك سيف ساموراي الذي كانت تستخدمه العصابات في القتال. وإذا فقد كثير من أصابعه سيكون عليه اللجوء لحماية الجماعة، لأنه غير قادر على حماية نفسه. وإن أخطأ مرة أخرى فسيتم حبسه في قفص أو إعدامه. فلا يجب على أي عضو من أعضاء الياكوزا الشك في الأوامر، بل عليه أن يتحول من إنسان إلى روبوت آلي في إطاعة الأوامر. عصابة الياكوزا أكثر العصابات ربحا في العالم بعد عصابات الكارتيل بأمريكا الجنوبية، لأنه باستثناء اليابان فإنهم يسيطرون أيضا على الصين وأستراليا وتايلاند وماليزيا. جميع العمليات الإجرامية في هذه البلدان فهي راجعة إلى الياكوزا. فكذلك يتعاونون مع المافيا الروسية. على سبيل المثال في الشرق الأقصى وأمريكا يستخدم الروس المافيا اليابانية، ويستخدم اليابانيون في أوروبا المافيا الروسية كراع رسمي لبعضهم البعض في مجال الأسلحة. والعلاقة مستمرة منذ 40 سنة، وشراكة كذلك مع مافيا اسطنبول التركية في مجال المخدرات، ولديهم مختبرات لإنتاج عقار الإكستازي داخل اسطنبول، ويستخدمون اسطنبول كجسر لتهريب المخدرات الواصلة من إيران إلى أوروبا. وهي أيضا تتنافس مع العصابات الدولية لدرجة أنها فعلا قد تفوقت على عصابات أمريكية وإيطالية. وبسبب قوتها كانت الشرطة اليابانية في فترة من الفترات تعمل بتعاون مع الياكوزا لفك مفاتيح القضايا الغامضة، حيث تقدم العصابة معلومات إلى المفتش المكلف بالقضية. ومن أوائل القواعد التي تلتزم بها الياكوزا هي عدم التعرض للمواطنين المدنيين، فحرب العصابة في الأصل مع الحكومة وبعض المؤسسات والعصابات الأخرى. الياكوزا تقوم بعديد من الأعمال الخيرية. وبعد الزلزال الذي حدث في اليابان منذ عدة سنوات قدمت الياكوزا عدة مساعدات طبية وغذائية، لدرجة أن مساعدتهم وصلت إلى المتضررين من هذه الكارثة قبل مساعدة الحكومة اليابانية وقبل من وصول الجيش نفسه. فهذا كان تعريف خفيف على عصابة الياكوزا. فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش كيف العادة ديروا شير وسبسكرايب ولايك وكومنت، وتهلاو في راسكم وبيزو اتو الموند.